سنة تالتة إعدادي نركز سوا. معانا أول درس جرامر في أول وحدة. سنة تالتة نركز كويس. ياريت نعمل فولو للصفحة عشان يجيلكم كل جديد، وبنك الأسئلة بتاع الجرامر بنزله على طول. أول حاجة هنتكلم على زمن المضارع التام. زمن المضارع التام بمنتهى البساطة بيبقى عبارة عن الفاعل ومعاه have أو has والتصريف التالت. يعني ايه؟ يعني I ووي ويو وزي بتاخد ايه؟ have، وهي وشي وات بتاخد has. بس جاي معانا المرة دي التصريف التالت. أول تركة لازم نعرفها، نخلي بالنا ان التصريف التالت في زمن المضارع التام بيقابله الصفة في زمن المضارع بسيط. لا، مش مضارع بسيط، بيقابله صفة في verb to have. حد فاكر فيرب تو هاف؟ اي ووي ويو وزي بتاخد ايه؟ بتاخد هاف. وهي وشي وات بتاخد هاز. بس بعدهم ايه؟ اسم. I have a car. She has a cat. We have pencils. فزمن verb to have نميزه بين زمن المضارع التام بإني بيجي بعد هاف وهاز التصريف الثالث للفعل. وقلنا التصريفات قبل كده، في تصريف الأول والتصريف الثاني اللي هو في زمن الماضي، وفي التصريف الثالث بتاع التام. يبقى هنا بناخد هاف أو هاز زائد التصريف الثالث. I have found. found دي ماضي ايه؟ ماضي find. I have found a pen. find found يبقى found التصريف التالت. I have found a pen. She has، عشان she بتاخد has. She has studied hard. She has studied ماضي study. studied. لازم نكون عارفين كويس قوي التصريفات بتاعت الأفعال. التصريف الأول ده المصدر، التصريف التاني بتاع الماضي، والتالت للتام. يبقى نحفظ تصريفات الأفعال ونحط have أو has زائد التصريف التالت. طيب لما نحب ننفي الماضي التام، النفي، بنعمل ايه؟ برضو have أو has وبعدها not والتصريف التالت. يبقى احنا سواء كان في النفي او سواء كان في الاثبات او التكوين بناخد التصريف الثالث. I have found. I have not found. We have not finished studying English yet. يبقى في النفي بنحط not. we have أو has ونحط بعدها not، يبقى haven't و hasn't وبعدها نحط التصريف التالت. تمام كده، ما بنحطش مصدر تصريف تالت. يبقى زمن المضارع التام كله بيعتمد على التصريف التالت، نكون حافظينه كويس جدا. نيجي بقى على صيغة السؤال. لما نيجي يسأل yes or no question بنبدأ بهاف أو هاز وبعد كده الفاعل ومعاه التصريف التالت. تمام كده، يبقى have you ever eaten تصريف التالت Chinese food. والإجابة yes I have, no I haven't. yes she has, no she hasn't. has she cooked fish yet? yes she has, no she hasn't. يبقى بنبدأ بهاف أو هاز وبعدها الفاعل وبعدهم التصريف التالت. طب انا هسأل سؤال مش بيس اور نو كويشن بأداة استفهام عادية، ادوات الاستفهام معروفة what when where ايا كان. هنيجي نسأل مثلا هنا I have bought a new bag. نسأل هنا على النيو باج، يبقى هنسأل عن نيو باج بايه؟ what have you bought. يبقى في كافة الأحوال معانا التصريف التالت. ما ننساش أداة الاستفهام بعدها have أو has وبعد كده الفاعل والتصريف التالت. السؤال برضو تصريف تالت، النفي برضو تصريف تالت. طيب
انا دلوقتي مانيش عارف امتى هبدأ استخدم زمن المضارع التام. زمن المضارع التام بيتكلم عن حدث حصل في الماضي، طبعا احنا بناخد له التصريف الثالث، ومن غير ما يحدد وقت. احنا في زمن الماضي البسيط لازم وقت، يعني زمن الماضي البسيط بنقول ايه؟ yesterday، last week، last month، last year. دي بتعبر عن الماضي البسيط. طب انا ما حطيتش وقت محدد، يبقى انا بتكلم على مضارع تام. My favorite writer has written a new book. اني الكاتب المفضل كتب a new book. وهنيجي نركز شوية ان نيو بوك ده لازال موجود في الحاضر، يعني هو كتبه في الماضي ولسه موجود في الحاضر، مازال مستمر. هناخد الفعل have وهاز والتصريف التالت، يبقى ده زمن مضارع تام. بيسأل عن ايه تاني او بنستخدمه في ايه تاني؟ حدث حصل في الماضي ولسه مستمر لحد دلوقتي تأثيره. I have lived in Aswan since 2007. I have lived in أسوان. أنا عشت في أسوان من سنة 2007. ما أنا لسه عايش هناك لحد دلوقتي، لازال مستمر في الوقت الحاضر، يبقى أنا هاخد زمن المضارع التام. يبقى احنا كده قلنا إن هو من غير وقت محدد، أو بنتكلم على حدث حصل في الماضي ولا زال مستمر حتى الآن، أو بنتكلم عن حاجة حصلت في الماضي ولسه له تأثير لحد دلوقتي. I can't play the match. مش هقدر ألعب الماتش. ليه؟ I have hurt my leg. I have hurt لأن أنا رجلي أصيبت. فرجلي أصيبت دي كان في الماضي، ولكن لسه تأثيره لحد دلوقتي، يبقى I have hurt my leg. أنا لازال التأثير في الموجود في الوقت الحاضر، يبقى هاخد زمن الماضي التام. يبقى الماضي التام have أو has زائد التصريف التالت، يبقى have أو has زائد التصريف التالت. بننفي بإيه؟ have وhas not وزائد التصريف التالت. وبنسأل بإيه؟ برضو have أو has في yes or no question، وبعد كده الفاعل، وبعد كده التصريف التالت. يبقى احنا التصريف التالت أساسي معانا في المضارع التام، سواء كان في التكوين أو في النفي أو في السؤال. ولازم نفرق كويس جدا بينه وبين verb to have اللي هو بتاع الملكية، لأن بيجي بعد have أو has اسم. I have a car بيجي بعده اسم، لكن في المضارع التام بيجي فعل في التصريف التالت. يا رب نكونوا فاهمينه، ويا ريت نعمل فولو للصفحة عشان هنزل لكم بنك الأسئلة بتاع الجرامر والمضارع التام. آخر حاجة بقى الكلمات الدالة. أنا كده تهت وما بقيتش عارف أنا بتكلم في المضارع ولا في الماضي. عايزين نعرف الكلمات التامة: just، already، never، ever، yet، since، for، since، yet، never و ever، just و already. ودول هنشرحهم بعد كده، لأن هم ليهم حالات لازم نكون عارفينها كويس أوي.